اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من قناه البودكاست الجامعي. النهارده حلقه شائكه مع جمهور ورا الكاميرا. شكرا. اهم حاجه في الحلقه مش الناس اللي ورا الكاميرا قد ما الناس اللي معانا جديد، وهو مصطفى محمود. مصطفى محمود مسمينه القدوه، مش عشان فراغ من فراغ يعني. عشان اطول لا، واحد. ومش عشان اطول واحد طبعا، شيل الحته دي برضو. عشان مع ايفون، وعلشان راجل رجوله وجدع وفي طب معانا في كل حاجه. فبالنسبه لنا هو القدوه يعني. وهتعرفوا من الاراء بتاعت النهارده ان هو فعلا يستاهل اللفظ ده. يعني سقفه بقى القدوه، سقفه للقدوه. طيب، الحلقه ايه النهارده بقى؟ عن ايه؟ عن الخيانه. اتكلمنا عن ليه عايزين نتجوز وفضحنا نفسنا، واتكلمنا عن كل حاجه وعملنا كل حاجه ليها علاقه بالبنات. فهنيجي بقى على اوحش حته ليها علاقه بالولاد والبنات في العلاقات، الحرام والحلال وكل حاجه. الخيانه من منظور بقى كل حاجه: خيانه النفس، خيانه الشخص لغيره، خيانه كل حاجه. لو حد اتخان قبل كده بيتفرج على الفيديو ده، مش هيلاقي اجابه للحاجات اللي هو مستنيها يعني. احنا جايين نفضل. احنا جايين نحكم، وكنت المفروض تعمل ايه، كنت المفروض ما تعملش ايه، والكلام ده. مش هتلاقي عندنا بقى. فما تستناش مننا نصيحه يعني في حاجه معينه. اول سؤال. ماشي. يا سؤال شائك. هجاوب انا سيبها دي والنبي. اول سؤال: لو انت بتحب واحده بنت، جميل. حلو. لازم ننكش على سمير عشان احنا عارفين سمير. بعدها لازم ننكش من توضيح. فلنفترض يا عم. نفترض يعني ان هي بنت، والبنت دي قعدت معاها سنين كتير مثلا، مش الموضوع عدى وخلاص كده، اوكي. وعرفت بالصدفه ان هي خانتك، تمام، وانت مش متاكد، لسه مش متاكد، هتعمل ايه؟ هزعل. وبعدين وبعدين بعدين اول حاجه هحاول اتاكد من الموضوع الاول على قد ما اقدر. وهحاول اسالها واكون معاها صريح، لان انا برضو ما دام عارف البت دي بقالي فتره يعني اكيد هيبقى في بينا برضو عشم شويه وصراحه. احاول اصارحها. ولو حسيت ان انا متاكد شويه فخلاص يعني كل واحد بقى من طريقه، لان الخيانه دي حاجه وحشه جدا. مش هتعمل حاجه، استعمل ايه؟ مش هضربها، هسيبها. هسيبها خلاص. ماشي. انا مسالم برضه، بس انا يعني على حسب برضه احنا البت ديت بقى معاها قد ايه وانا واثق فيها قد ايه. يعني ممكن برضه تبقى انت بنت وانت معاها سواء بقى مخطوبين حلال حرام ايا كان بقى، احنا بغض النظر حلال ولا حرام بقى دلوقتي. انت ممكن تبقى معاها بس في نفس الوقت انت عارف، وانت جواك عارف انها مش ثقه، مش اهل ثقه، وانت مثلا شفت في مره وانت عارف من طريقتها وعارف من تعاملها، انت عارف ان يجي منها يطلع منها. لو انت متوقع منها كذا. لو انا متوقع منها كده فانا هفترض فكده كده برضه هصالحها. يعني هقول لها ده انا سمعت مثلا 1 2 3 ومعايا 1 2 3 ادي الدليل، او حد قال لي الفلاني وكده، وهشوف هيبقى رد فعلها ايه. بصراحه انا اتوقع ان لو واحده فعلا خاينه فاهم، ما اعتقدش انها تلاوع، هتقول له خلاص انا خاينه وادي انا عملت اللي حصل، وكل واحد يروح لسكته، وساعتها انا فعلا هعمل كده، ومش هاخد اكشن يعني، مش هحاول انتقم منها بصراحه. بس انا مختلف معاك عشان اتوقع ان البنات في الموقف ده هتنكر انكار تام حتى لو انت معاك الشات. ساعتها انا هحاول لو هي فعلا انكرت وانا حاسس ان يجي منها الكلام دوت، فانا هحاول بقى اتاكد من المصدر تاني وادور بقى وراها واجتهد بقى، يعني هعمل بقى مجهود ان انا لا انا عايز ادور واثبت او اثبت عكس كده او كده. بس انا في الاساس لو انا فعلا بحبها وبقالي معاها فتره طويله، فانا هاخد كلامها، هيبقى في وزن على كلامها. يعني لو انا بعمل معايا مثلا واحد قال لي بص الشات دوت اهوت يا عم ده مثلا وتقول له بحبك وتقول له ما اعرفش ايه، وانا رحت قلت له قالت لي لا يا معلم ده ما حصلش والشات دوت فيك، وانا فعلا بقالي معاها فتره طويله وانا مش غبي ان انا مش هحب حد يعني ما مش بثق فيه، بس الى حد ما كنت واثق فيه حتى لو كنت واثق فيها زمان، فانا هخلي الكلام وزن، هقول لا ده ممكن فعلا يكون الشات فيك، مغفل يعني. هحط الاحتمال ده. طيب، قول يا قدوة نفس السؤال اللي هو لو عرفت ان البنت اللي انت معاها دي خانتك، بس انت برضو عشان هم وصلوا لحتة ان هم مش متأكدين وبعد كده اتأكدوا. انا عايزك وانت مش متأكد هخلع برضه. مهما كان. هخلع كده كده. هتخلع ازاي؟ لا هتكلم ولا هرد ومش هطير. افرض وبلوكات كان وبتاع. غلط، ايه؟ افرض كان غلط، افرض كان مش مشكلة يعني لاحظ ان انا اخلع وفك دماغي. انت حاسس بره عني. انا اصلا كنت باخدها جاي الحمد لله جت كده. طب لو
لا طبعا ايه ده عامل بتاع أيوة. الكفته انت. بس اي حد معرض ان حد يتبلى عليه. بالظبط. ايوه. طب لو هي ما احنا بنتبلى على سبيل انه شيء. طب لو هي جت قالت لك ايوه انا عملت كده. ايوه ده اللي انا بتكلم فيه. لو انت بقى بتحبها بجد مم. ومش عايز تسيبها وتاكدت ان وهي هي اللي- عملت كده، انت إيه، متاكد، انت متاكد مليون في المية، مش اللي هو ايه، مش اللي هو احساس، مش اللي هو احساس اللي هو انت من عصبيتك ومن شكك متاكد، لا انت متاكد مليون في المية. هتعمل ايه؟ هخلع برضه. هتخلع ازاي؟ هقول لها حصل 1 2 3 فيش تايم، في زعيق، في مش لا لا لا، ممكن ابعتها لواحد صاحبي يشوطها مثلا لا اوجب معاه وبكسبت بنت برضه معاه. طيب لو انت اتاكدت هتعمل ايه؟ والله قدوه قال لها بص يا بنت الحلال او بنت الحرام بقى مش هتفرق. بص اول حاجه لازم احسسها بالذنب انها عملت حاجه غلط ماشي في حقي، ماشي لان انا مش الا برضه ده احنا اولاد عمر. ماشي. فبعد كده بس لما الحتة دي. اوصل لها حته الذنب دي هسيبها، بس فانا اسيبها بذنبها بقى. هتسيبها بذنبها بس مش هتشتم ولا هتعمل حاجه غلط لا، ولا تبعت مستحيل. صورها للناس ومش لا عارف إيه. مستحيل. يس اقول لك ممكن هي لو نزلت صوري اكون شاكر جدا ليها. يا عم تكون شاكي ما حدش يلاقي حاجه. ده يخليناك تشوف الصور. بالظبط اول ما شفت السؤال ده معلش. انا هقول لك بص استراتيجيه انا عارف انها تبان غبيه بس انا عارف مستني. لا بس والله ممكن تنفع فعلا. لو انت فعلا اتخنت او حصل لك اي موقف وحش عموما وحش وبيشككك في نفسك، اللي بيتخان ده بيحس ان هو اللي وحش، يقول لك طب هي خانتني اصل انا كده يعني. فانت حاول يعني قد ما تقدر تقنع نفسك انها او مش انها ما خانتكش خالص. قول ده انا كانت كده مش فارقه معايا، وانا كده من الاول كنت ايه مطنشها ومطرلها. وحتى انت انك تحسسها بالذنب ده هيحسسك قدام نفسك ان الموضوع اثر فيك. انت حاول تقنع نفسك حتى لو انت من جواك متضايق ان الموضوع ما اثرش فيك وانت كنت كده مش فارقه معاك. وقول لها يا ستي انا كنت طب يا بنت اللعيبه انا كمان كنت مش فارقه معايا. وطنش وعشان انت نفسك والله حالتك النفسيه انت اللي هتبقى احسن. انت كده هتتاذي لا يا اسطى انت لو اقنعت نفسك وعشت في حاله ان انا كده مش فارقه معايا وانا كده يا عم يبقى انت كده اتحولت من مغفل لموهوم. لا يا اسطى بس انت ماشي، بس انت موهوم وهم ايجابي. انت في الحاله دي انت هتبقى خلاص انت بتشوف مصلحتك دلوقتي. ايوه مهما بالظبط. كانت انت مش طب افرض فلنفترض ان انت عم قلت انا حسستها بالذنب وما اعرفش ايه، هتعيش مكتئب يا اسطى، تتحول لا موهوم مش عايز ولا مغفل مكتئب، تبقى بس انا مكتئب. كده الموضوع ده ياثر فيا ده كده. لا يا اسطى المفروض بقى انت تحاول ما ياثرش فيك. هو بيتكلم بص على بصراحه برضه انا مصلحتك. عشان ما جربتش احساس ان انا ابقى بحب بنت وخانت الله اعلم. ممكن لو انت فعلا بتحبها يبقى لازم 100% ياثر فيك. انا بتكلم برضه من بره، يعني انا بتكلم من فكره ان انا لو بحب بنت وخانتني هي ممكن يكون عندي القدره ان بس انا انت فكك من موضوع بنت. فلنفترض يا عم يا ابني انت مصر يا ابني. نفترض واحد صاحبك وصاحبك ده انت شايف ان هو يعني صحاب جدا ماشي. واكتر واحد بتثق فيه وكده، طيب وفجاه عمل حاجه انت حسيت ان هو خان ثقتك دي. ماشي الموضوع هحاول أعمل نفس يعني الحاجة. هيأذيك جدا. تخيل بقى مع شريك حياتك اللي انت باني هعمل عليه نفس الحاجة. مستقبله ومش عارف هحاول ايه. اعمل نفس الحاجه، على الاقل هحاول اسعى في الاتجاه دوت. حتى لو ما قدرتش اوصل لاخره اللي هو انا فعلا خلاص بقى اقتنعت نفسي ده مش فارق معايا، فانا هوصل لحته كويسه، حته اقرب هتخليني اقرب للراحه النفسيه يعني من وجهه نظري. انا عارف ان واحد اختراع غبي قد يكون تكمل يبوظ. معاها ولا لا؟ لا طبعا كده حتى كده مش لو هكمل بتحبها معاها. قوي. لا طبعا كده حتى كده لو مش انت هكمل مش هعمل معاها. كده تاني. حتى لو بست رجلي. كلنا متفقين على كده. كلنا متفقين. حلو. انت ايه رايك؟ بس لو صاحبك عمل نفس الحوار بقى كلنا هنخلع برضه. لو صاحبي عمل ايه؟ لو صاحبك خانك او قال لي معاك مثلا. بص هو انا كنت بسأل كل واحد. هو بصراحه حلو منكم ان انتوا قلتوا ان انا مش هشتم ومش هعمل ومش عارف ايه، لان انا كنت مستني الناس اللي هتقول لا ده انا هفضحها وهعمل واسوي، واكيد في ناس كتير بتعمل كده. بس الفكره فعلا ان انا شايف دي اخر حاجه خالص، ان انت مش اخر حاجه، هي ما بتتعملش اصلا مهما حتى لو انت متجوزها، حتى لو انت بتعمل ايه. عارف الناس اللي بيقعدوا يصوروا ويقول لك بص عملت ايه عشان يكسب في المحاكم. انا شايف ان دي ضد الرجوله مهما كان ايه اللي حصل. بس حته بقى ان هي طبعا لو خانتني بشكل واضح يعني وكده هبعد وخلاص. طيب ايه ردك في الموضوع ده؟ ايه؟ ايه ردك في الموضوع لو صاحبي اديله فرصه تانية او ثالثه وافهم كده منه منحاز وبتاع. بقى. ده على حسب إيه؟ اشمعنى؟ انا متفق مع مصطفى جدا. يا سلام، يعني هو علشان اكس واي مش اكس اكس هتديله فرصه ثانيه؟ يا عم فرقت ايه؟ ايوه ليه؟ فرقت بس ما بس تعرفش ده لو فرقت. عزيز عليك قوي. ايه ده لو عزيز عليا قوي هديله فرصته عادي ويوضح رايه وبتاع وكلام طب من ده. ماشي هو وضح رايه وهو طلع هو غلطان 100%. خلاص هقلله مثلا من صاحبي اللي هو اخويا يعني عادي زميلي اه صاحبي اشمعنى بتاع التفرقه الكلام دي ده. فعلا؟ ليه إيه؟ ما عملتش معاها كده وعملت بس معاها؟ هو عشان لا، هي بس مش أنا- هتعرف تحطها في مرتبه تانية ايوه اقل من اللي كانت سيبها فيها المرتبه انت. كده لو انت ده شرفك، لكن صاحبك بالظبط بقى. ما يعيبكش. رايك ايه؟ والله انا رايي ان انا هعمل زيه بصراحه، انا مش هنكر، بس انا قاعد اتفلسف شويه. خلاص فلسف عشان الحلقه.
بص هو انا هقول لك لو الصح لو انت 100% صح، لو انت قررت انك هتسيبها يبقى انت هتسيب صاحبك، ما فرقتش. لكن بما ان احنا فعلا متربيين في الشرق الاوسط، من واحنا صغيرين عارفين ان انت الست شرفك وهو مكان، وانت هتمشي في الشارع لو الناس عارفين ان صاحبتها خانتك وانت اقعد لسه عبد معاها الله. هيتحط عليك. فانت مضطر انك تفرق ما بين معاملتك لصاحبك وما بين معاملتك لصاحبتك، فبالتالي انت هتضطر تسيبها وتكمل معاها عادي. انا ما عنديش تعليق. هتعمل ايه؟ انا قلت لك انا مولود في الشرق الاوسط لو صاحبي فعلا احاول افهم منه الموقف وهديله فرصه تانية، بس ما اظنش ان هو يبقى صاحبي زي الاول يعني، حتى لو وضح لي موقف ما اظنش ان هو يرجع لنفس المرتبه. خلاص انا شايف ان مفيش حد يستاهل فرصه تانية الا اهلي. مفيش حد تاني يستاهل فرصه تانية. الناس اللي انا ربوني وباقيين عليا وبيحبوني من غير اي سبب. اهلك هيخونوك فيه يعني. صاحبك ممكن يا عم اخويا كان كده يعمل معاك فتره من الفترات برضه. لا مفيش حد يا اسطى يقدر يوصل معاك للدرجه بتاعت اهلك مهما كانت، حتى لو هم وحشين معاك. لا في اصلا لا، في ناس بتوصل اكتر من اهلك كمان. بالنسبه للشعور، لكن انا بتكلم على اللي هو يعني اللي بجد، يعني اللي هو عمره ما يعني هو حتى لو فكر فيك ان هو يأذيك، اللي هو اهلك يعني، لو فكر ان هو يأذيك بس انت مش ممكن اصلا ما تعرفش ترد له الاذيه دي، فانت غصب عنك هتديله بس فرصه هو ايه تانية. الفرق ما بين اخوك اللي انت اتولدت لقيته عايش معاك في البيت وصاحبك مثلا، لو انت مثلا قعدت مثلا 20 سنه مثلا ولا حاجه في البيت ورحت وقعدت مع صاحبك دوت 6-7 سنين برضه عايش معاك وبتاكل وتشرب معاه، ما هو بقى اخوك، هو ما فرقتش ايه. اشمعنى دوت خيانته بتفرق عن ده؟ لا فرق بصراحه برضه. فرق طبعا يا اسطى ده هيورث أصل في معايا ناس- الثاني. لا فاميليز فيرست. يا اسطى أيوة يا باشا، أنا انت بقول لما لك. بتاكل انا ما بقولكش ان العيله ملهاش لازمه، بس انا بقول لك ان ممكن صاحبك يبقى تقريبا هو زي اخوك لا. بالظبط. الدم بيحن. ده ازاي يا اسطى؟ لا يا اسطى يا اسطى في اخوك لو اتاخد من الدنيا يبقى انت كده ليك اخ ناقص، لكن ليك لو اخوات صاحبك بقى. اتاخد من الدنيا ليك يعني اخوات. ابوه هيروح يرجع تاني واحد بداله علشان انت ما أحسن منه. تعرفش هو لا، اخوه عاملين ازاي. ما يحبوش. لا يا عم اخوه على راسي. المهم يعني اللي هو باقتناع انا يعني ان مفيش حد يستاهل فرصه تانية الا فرصه تانية اللي هي حاجه على حاجه كبيره، لكن انت مثلا لو عملت حاجه تزعلني وهي تافهه اديك فرصه تانية عادي، مش هفكر في الموضوع اصلا. لكن اللي هي حاجه زي دي لو انت خنتني يبقى دي انا مش شايف ان هي غير ان انت يعني بعيد عني، طب عندي بعيد سؤال. عني وخلاص، مش هعمل لها حاجه يعني. طب لو نفسك خانتك تديها فرصه تانية ولا هتستسلم؟ هنا بقى- يعني هنا- لا ايه دي؟ بس خلاص. هنا لازم نقف ونقول ايه ان ايه هو اصلا مفهوم الخيانه بالنسبه لكل واحد. يعني انت شايف امتى الفعل ده يبقى بالنسبه لك خيانه؟ اما تبقى مستني حاجه معينه ويحصل عكسها مثلا او يغدر بيك وكده. طب لو بالنسبه للعلاقات البنت والولد، انت برضو كنت متعشم فيها في حاجه معينه، لو كدبت عليك متعشم بحد في حاجه معينه وما خيانة؟ ادالكش الحاجه دي. لا الكذب مش خيانه، بس في امور معينه الكذب مش خيانه عادي يعني. ممكن ايه بتكذب الفعل عليك اللي هو مثلا. عملته غير الخيانه الفعليه اللي احنا عارفينها بالنسبه لك خيانه؟ لو شافت واحد تاني مثلا حطيتك في مقارنه مع حد تاني من غير انت ما تعرف اصلا وتفاضل بينكم، دي خيانه برضه. انت اتفق معاك ان انا مثلا انا خلاص في حياتي معنى كده ان انا المفروض ان انا الاول والاخير، يعني اي حد تاني يجي قدامها هي ما تشوفوش اصلا، فاهم؟ فمعنى ان هي على الاقل في حد شافته وبدات تفكر فيه وكده، معنى كده خلاص انها حتى طب ما ممكن احطه مكان ده، طب يعني هو لو احسن مني فكده قلت في نظرها، فدي كده بالنسبه لها انت لو جالك حد احسن منها برضه المفروض المفروض انت ما خلاص تشوفوش. انت اكتفيت يعني انت خلاص رضيت بدي. بالظبط. طب الكذب خيانه؟ كده هي دي خيانه، بس خيانه صغرى جدا، يعني هي بتخون الثقه اللي ما بينكم، لان المفروض في بينكم ثقه ان انت تقول لها على كل حاجه حتى لو غلط كده، وهي برضو المفروض انها تحكي لك على كل حاجه حتى لو هي شايفه ان انت هتزعل وكده، لان دي في بينكم ثقه، وفي الاول وفي الاخر الزعل ده بيروح ويجي يعني. انما لما هي تكذب عليك في حاجه هي كده هزت الثقه اللي بينكم. انت شايف ان هي خيانه بس نوع اقل شويه؟ اه يعني مش ما يتطلبش ان انا اسيبها يعني، بس اللي هو لا بس التعامل هيفرق شويه. احس ان هتحذر هي لا دي مش اللي انت حبيتها. هتحذر شويه مثلا. بص يا اسطى هو تعريف الخيانه بالنسبه لي سواء بقى مع شريكتك مثلا او صاحبك او ايا كان، هو انك تحس او تتاكد يعني ان الشخص اللي قدامك يعني عنده علم بالنتائج السلبيه لفعله ومع ذلك عمله.
هو ده تعريف الخيانه بالظبط بالنسبه لي. والله يعني انت هو ايوه حلو يعني بس محنكه قوي. هو يحاول يلفها برضه. هقول لك يعني هو مثلا او هي عارف ان الفعل الفلاني بقى ان هو مثلا تحب حد تاني او حاجه مثلا مع صاحبك مثلا ان هو مثلا يروح مثلا يقول له مثلا لصاحبك الفلاني التاني مثلا حاجه انت قلتها او كده يعني حاجه يعني معينه وهو عارف ومدرك ان الموضوع ده هيأذيك ومع ذلك عمل. هو ده تعريف الخيانه بالظبط. بيختلف بقى على حسب الاذيه دي قد ايه فكده بقى هيبقى السبيكترم بتاع التسامح بالنسبه لك. ولكن في الاساس هو فكره ان حد كان عنده علم بان هو هيأذيك واذاك. ولكن في ناس برضو ممكن يعني مثلا واحد صاحبك انت تبقى متاكد هو اذاك بس انت متاكد 100% ان هو ما كانش قصده يأذيك. يعني انت عارف ان هو كان هو بس عمل كده مثلا من غباء او ان هو مثلا ما كانش مدرك. ودي بتحصل كتير. انا شايف ان ساعتها الاحسن انك تسامح انك ما تقللوش ما تقللوش حتى ما يتعتعش بالنسبه لك. ولو هو لسه زي ما هو ولو وصاحبك هو وأخوك. قال لك والله وده الطبيعي يعني والله ما كنت اعرف. لا ما انت بيبان يعني بيبان في حاجات بتبان انت. وقتها يا اسطى بيبقى المشاعر ضد العقل. لا بيبان. تقعد تقول لا هي مستحيل بيبان. تعمل كده بس هي عملت كده. لا بيبان يا اسطى بيبان يعني في حاجات بتبان. ساعات ذكائك هيخونك برضه. لا يا اسطى ما اعتقدش انا جامد قوي. او هقول لك حتى لو ذكائك هيخونك فانت ممكن تاخد ساعتها بقى تاخد راي مثلا حد قريب منك تاخد راي مثلا اخوك او امك او واحد صاحبك تاني تقول له ده حصل في كذا كذا وها ايه رايك يقول لك لا هترجع تقول له اصل انت مش عايش اللي انا عايشه، اصل انت ما شفتش اللي انا شفته. لا عادي هو ساعتها ممكن انت ما يبقى تعرفهاش زيي. هو اصلا ساعتها ممكن يبقى عنده وجهه نظر. انا شايف ان الخيانه اللي هي حد انت مأمنه على حاجه وطلع خان سر الامانه دي او عمل اي حاجه عكس الامانه اللي انا كنت مأمنه عليها حتى لو مش هتاذيك. يعني مثلا قال لي سر مثلا معين طلع قاله هو مش هيأذيني ومش فارق معايا بس انا كنت قايل له هو مأمنه هو فهو طلع قاله فاهم. فهي دي بالنسبه لي خيانه برضه. لا ما هي دي نوع من انواع الاذيه. لا، اذيه مش نفسيه أذية. ليك لان انت لا. حسيت بان انت بقيت مفضوح يعني حتى لو فضيحه بسيطه اللي هو قال مثلا ده عنده 6 صوابع في رجليه بس برضه ما هي بالنسبه لك حاجه لا والله لا هو حاجه حلوه دي. هي حاجه هي حاجه ممكن ما تكونش في غالي بس هو كنت قايل له مثلا كده فاهم فهو طلع عليها. انت خيانه بالنسبه لك خيانه امان او في حاجه انت كنت أيوة. مأمن فيها أيوة. هي هو- خيانه الثقه ان انت بس- بتثق في حد وهو ما بيبقاش على قد الثقه اللي انت وثقت فيها دي. وحتى العلاقه انا مأمن واحده على العلاقه واللي ما بيننا بس وطلعت شافت حد تاني بس خيانه بقى. انا في مره يا اسطى كان واحد صاحبي كنت قلقان منه قوي. كنت حاسس كده ان هو فاهم اللي هو بيتكلم من ورايا ومن ظهري ومش عارف. فالمهم ورحت لما تعبت بقى خالص من التفكير ومش عارف ومش عارف زي ما بقول لك مشاعري ناحيته غير اللي قدامي فاهم. يعني مثلا قلت لك على حاجه وحد ما قلتهاش لحد غيرك لانك عزيز عليا قوي فسمعتها من ناس تانية فاكيد اكيد انت اللي قلت فاهم. فانا عمال اجيبها له يمين اجيبها له شمال لا يمكن حد تاني كان قاعد معانا وسمعنا بالغلط بس مستحيل يعني. فالمهم رحت واجهته وبعد ما واجهته راح قال لي قال لي حلف بس بطريقه عارف اللي هو هو يا العظيم ايه هو يا العظيم قال له وياي ماشي حد بسيط. حلف يا اسطى بطريقه اللي هي اللي هو لف بالكلام. لف بالكلمه اللي هو يعني مش والله انا ما عملتش والله مش زي ما انت فاكر. ايوه زي كده بالظبط. اللي هو ابتدى. الحلفان اللي انا كنت وقعوا عليا انا غير وقعوا عليه هو. يعني فهم انا للحلفان غير فهمه هو. بعد فتره لما اتاكدت ان هو عامل كده وخلاص هو اعترف قال لي لا انا ما احتلفتلكش كده انا قلت لك كذا. دي بالنسبه لي كانت قفله بت اللي هو مش عشان الموقف ولا عشان اتكلمت في ظهرك ولا عشان ان انت عملت بس عشان انت فعلا عملت حاجه اللي هو انا من نفسي ما كنتش متوقع منك ان انت تعمل كده ولا متوقع ان هي تحصل فيا اصلا ومنك كمان. فانا دي كانت بالنسبه لي ان هي فعلا دي تعتبر خيانه ومش عارف مش عارف اتعامل معاها تاني حتى فاهم اتعامل معاها ازاي. نوصل بقى لحته تانية في الموضوع وهل انت لو انت بقى اللي خنت لا مستحيل يا باشا. جميله دي. لو انت اللي خنت هيبقى يعني مش عارف بس انت عموما يعني مش عارف اقول ايه. يعني انت خنت مثلا حد بدون مثلا ما انت تدرك ان انت كده بتخونه بعد كده هو جه قال لك انت عملت معايا كذا 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 زي ما هو زي ما هو هفهمه ان ما كانش ده قصدي من الاول ومش هكدب والف واحاور وبتاع اللي حصل كذا كذا وما كانش قصدي كذا كذا بس ولو خد موقف وزعل وبتاع هفهم ده منه انا عادي. ولو انت فعلا خنت وانت قاصد بس ما كنتش مدرك ان الموضوع يتعرف زي ما بيحصل كتير. مش شايف نفسي اعمل حاجه زي دي بصراحه بس حتى لو عملتها برضه هواجهه اقول له حصل كذا كذا
وترضى باللي هو ورد يقوله. الفعل اللي هياخده كده كده هيتفهمه يعني، ايا كان هو معاه حق بصراحه يعني. لو انا عملت كده فقشطه اللي هو هياخده معاه حق. انا متفق معاه، بس هحاول برضه حتى لو هو اخد مني موقف احاول ان انا برضه اكون باقي على العشره اللي ما بيننا دي، وان انا احاول ان انا على قد ما اقدر ان انا احاول ارجع الثقه دي يعني، لان انا مش هبقى مستعد ان انا اخسر الشخص ده. انا يعني بصراحه هعترف بغلطي واعتذر اكيد، ما هعمل ايه يعني، اقول وبعدين؟ لو انا فعلا كنت قاصد هعتذر واعترف بغلطي، وان كان الرد الفعل اللي اتاخد انا هبقى متقبله فعلا. اصل هعمل ايه يعني، أنا اكيد مش هبجح يعني، مش هبقى خاين وبجح. هقول ايه، هقول له خلاص فعلا عندك حق او عندك حق وده حصل وانا بعتذر عنه خلاص. بس انا فعلا مش شايف نفسي اعمل حاجه زي كده، انا مسالم والله زي الراجل المحترم ده. بعد الحلقه امسك فيه. ايه؟ معظم اللي بيقول لك انا ما اعرفش الموضوع ده حصل ازاي. هل انت بتبقى واعي انك فعلا لا دي حجه بيبقى واعي يعني. بتبقى واعي يعني؟ ايوه طبعاً، اكيد دي حجة. دي حجه فعلا. اصل انا كان شيطان لعب بيا وكان معمول لي عمل والشغل دوت، لا. طب لو انت مع شخص ماشي، والشخص ده كل الظروف اللي حواليك اجبرتك ان انت هتخونه، فاهم؟ كل الظروف اللي حواليك بتاعك ان انت تخونه، هتكمل معاه ولا هتكمل معاه وتخونه، ولا تسيبه وتمشي؟ يعني مثلا انت في شخص في علاقه ومش بيقدم لك الحاجات اللي انت مستنيها منه، فانت بتروح تشوف الحاجات دي عند حد تاني. طب ما تسيبه يا اسطى. دي وحشه قوي. بس يعني ممكن برضه دي وحشه قوي بس اصل هو فكره اصل انت هو غالي عليك برضه، او فكره انك تقطع علاقه مع حد دي صعبه خالص. ايوه فاهم، فهو ده السؤال بقى. شوف التفاصيل. انا شايف ان انت لو انت مثلا في علاقه حب مثلا مع بنت، وبعد كده لقيت ان انت محتاج مثلا اهتمام اكتر وهي مش مديهولك او كده، ان انت تروح تدور عليه مع حد تاني، هل ده كل الظروف اجبرتني على كده؟ لا، مش يعني كل الظروف. يعني انت كلمتها مره 2 و3 في النقطه دي ماشي، خلاص مفيش فايده، هسيبها وبعد كده اروح ادور على ممكن انت مثلا برضو وانت يا عم ما اديتلكش الاهتمام الكافي وانت مش ما بتحاولش تدور، بس حد الحياه الحياه بالظبط، الحياه حد حد بيديهولك قدامك لوحده. في طريقك، حد في اللحظة- بيديلك الحاجه في دي. اللحظه اللي الحياه تحدف عليها الحد ده، او في اللحظه اللي انا بص انا دلوقتي عرفت انت كلامك حلو، بس الفكره ان هو مش مترتب. يعني انا دلوقتي لقيت واحده ما بتدينيش حب واهتمام زي ما انا عايز، وانا نفسي في كده مثلا، هروح انا ايه قايل لها مره زي ما كان قال واتنين ما ادتنيش. انا دلوقتي عرفت وفهمت ان الشخص ده مش بيدي حب ولا اهتمام، وانا محتاج الحاجه دي وهي مش عنده، خلاص افكس ومش هستنى بقى حد تاني يجي لي انت يا ويعمل عم كده. في المره انت هقول لها مره واثنين، انت قلت لها مره مستني الاثنين جاب في طريقك حد، يلا يا عم حلو قوي، مستني الاثنين هروح معاهم قافل مع السكه، قافل مع السكه اللي جات لي دي من بره، واروح قايل لها مرتين وثلاثه واربعه وانا قافل يعني السكه هقفل السكه الثانيه. هقفل السكه الثانيه واحاول مع الثانيه مرتين وثلاثه واربعه، مفيش هقفل خالص واروح برجع للسكه بس اللي انت كانت مقفوله. بعد ما رحت السكه الثانيه لقيت فيها برضه حاجه، خدت منها حاجه اللي انت عايزها، وبعد كده لقيت فيها حاجه ناقصه. ما هو ده طبيعي بقى، بقى. تقبل الامر بقى، ماشي كده بقى. تقبل الامر وخلاص. لا هو قصده ان انت كل لما يعني انت مثلا سبت الاولى علشان لقيت ان التانية هتوفر لك حاجات اكتر، فاكتشفت ان التانية دي في حاجات بتوفر لك، في حاجات تانية ما بتوفرلكش، فبالتالي هتروح سايب التانية وتدور على التالتة، عارف ده اسمه ايه؟ بعد كده تسيب التالتة وتدور على ايه؟ بلبل ايوه حيوان. صح اسمه لا، هو اسمه حاجه ثانيه، اسمه البالانس اللي انا اتحكيت عنه في الحلقه اللي انا مش فاكر اسمها، ارجع ليه عايزين نتجوز؟ ايوه انت رايك ايه؟ زي رايك. انا زي رايك. لا يا راجل احنا كده تمام. لا جوت عرفت هو قدوه ليه؟ طيب اخر حاجه، لو انت دلوقتي خلينا نتكلم على الارتباط بقى، وانت متاكدتش من الخيانه، بس في افعال بتحصل انت شاكك فيها، يعني مثلا افعال بدات مثلا تقول لك بدل ما كان بتقول لك يا بيبي لا، بدل ما كان بتقول لك ما تنامش عشان نتكلم، بقت بتنام هي وتقفل. مش عارف ايه، حاجات بدات تشككك واحده بس يعني. حصل لي الفجر. الحاجات اللي احنا بنشوفها دي يعني. ايه في الثلاث ساعات عشان اسمع صوت المطر. ايوه اتصل بيها تلاقيها مشغوله. كانت رنت على الشيخ. اصل شفتها في بوست وقت لازم اقولها. لو حاجه زي كده حصلت وانت مش يعني انت دلوقتي شاكك بس مش متاكد ومش هتعرف تتاكد، هتعمل ايه؟ اخلع برضه. افكس على طول، مفيش وقت تضيعه، انت فاهم؟ انت حران يا اسطى، ايه عمال تخلع يا سلام. يا عم مش مستاهل والله، مفيش وقت تضيعه يعني، انت فاهم؟ هتسيبها يعني. مش حتى لو مستاهل تضيع بتحبها وقتك قوي؟ وتكمل وانت في شك، مش حتى عارف. حتى لو بتحبها قوي؟ حتى لو بتحبها عادي، ايه المشكله؟
ما انت مسيرك في اي علاقه ايه مسيرك في اي علاقه هتشك، حتى لو هي لا ولا بس واتجوزت خلاص بقى انت فاهم هتتعامل طول ما انت بره خلاص بقى قشطه. تاخد معاها التليفون، مفيش خروج، مش عارف ايه، هتتصرف يعني. الكلام ده هي بتاع الحته دي عشان ما تسجنش. انت تعمل ايه؟ انا هسالها برضه اصلا، احنا اتفقنا، ما الكلام ده كان تقريبا هو اللي في الاول. هسالها أصلاً. لو اقرت خلاص يبقى هي اقرت، لو ما اقرتش ومش مفيش في طريقه اتاكد طب بيها انت عارف ان هي 99% مش هتقر. خلاص هعمل ايه اصلا؟ لو انا هستشير بقى نفسي يعني، هقعد كده اقول انت حاسس ايه اللي بنسبه 50 ايه اللي بنسبه 49% واللي بنسبه 51%، اللي انت ميال لي اكتر، اللي انت ميال لي. ما اقول لك لا، ما انتش تعيش لو 51% تختار انت ماشي هتعرف تعيش بال 49%. انت يعني انت واثق 51 وشاكك 49. هتعرف هتعرف تعيش تعيش بال 49%. بقى يا باشا، ما دي بقى مش هتبقى ما مبسوط. مضطر اعمل ايه؟ يعني انت هتكمل اضطرار اصل حبا بس. ما بالظبط، لو انا حاسس بنسبه 51% انها فعلا ما بتخونش هكمل، لو حاسس انها بنسبه 51% بتخون هبعد وخلاص. اصل يعني ما اكيد كده كده طالما ما فيش جزم يبقى مش هيبقى في جزم، مش هقدر اقول لك ده انا 100% هكمل، لا بكدب، مش هقدر اقول لك 100% هبعد. دي ليها علاقه بالموقف نفسه، وبنت حاسس بايه وايه اللي انت شفته خلاك تشك اصلا. انت ممكن يبقى حد انت شكيت مثلا ان انت شفتها مثلا ابتسمت لواحد في الشارع وانت مجنون، يعني ممكن لا. أيوة. وممكن تبقى انت شكيت لان انت شفت واحد بيقول يا بيبي عامل ايه، هتبقى انت مش مجنون ساعتها. فبس انا بتكلم ان في حاجه كده وحاجه كده وبينهم يعني. افضل كده لحد ما تعزموا على انا شايف انت لو بتحب شخص فعلا، الحاجات البسيطه اللي عبادي بيقول عليها دي مش هتشك فيها لو انت فعلا بتحبه. لكن بما انك انت بتحب حد، اول ما تشك معنى كده ان في حاجه فعلا كبيره حصلت، فتخلع على راي القدوه خلاص. طب على كده في انواع خيانه ممكن تتعدى عادي؟ يعني مش كل الخيانات زي بعضها؟ على حسب انت فين في العلاقه برضه يعني انت فاهم. لو انت لسه بره والدنيا تمام لا، انا اكرف. قصدي مثلا واحده مثلا كلمت واحد تاني، فاهم؟ او عملت فولو مثلا لواحد تاني، غير يعني مثلا واحده كانت تخرج مع واحد تاني، فاهم؟ عملت كده وانتوا مثلا صحاب، ولا انتوا مخطوبين، ولا انتوا متجوزين مثلا وفي بينكم عيلين ثلاثه. احنا كل كلامنا على اساس ان احنا مخطوبين، انت السلفيين ابدا يعني. جبت عقل امتى؟ زي ما بقول لك على حسب الوقت اللي حصل ده في العلاقه انت فاهم. يعني مثلا لو متجوزين هتضطر انت فاهم تعدي تعدي الدنيا الدنيا. في الاخر غصب عنك يعني، بس لازم تعدي الدنيا. لو في الاول فلا انت وكيفك يعني، ليه راح كمل. انت مش شايف المفروض نفسك- بالعقل، لا ممكن حد يسمع، انا ما بقولش ان انا بقول كده، بس حد يسمع ده بالعكس، انت كل ما علاقتك تتقدم بيها اكتر، تبقى في شكل متقدم اكتر، الزعل بتاعك هيزيد. انت بتقول العكس، يعني انت بتقول انا لو الاول لسه في الاول هكرف عادي، تمام. لو بعدين لا ده انا هتمسك بيها اكتر، المفروض العكس. عشان انت في الاول القرار الوحيد المؤثر الوحيد في قرارك هيبقى كونك زعلان ولا او مزاجك. انما بعد كده يبقى في قرارات تانية، في اسره انت بنيتها وفي دنيا وعالمين، مش هتعرف تسيب كل ده عشان خاطر مزاجك او عشان انت شاكك او عشان عرفت حاجه قديمه. كلها قدوه. انا اقتنعت. ماشي انا برضه اقتنعت خلاص. ما نجيبش وده تاني في الحلقه. بيجيبك من الاخر. انت مديني الميكروفون؟ لا هو انا سالتك؟ عشان انا اتكلمت خلاص. ماشي. النهارده اليوتيوب اتشرف وقناتنا اتشرفت بوجود القدوه. وقول كلمه بقى قدوه للمعجبين. اقول كلمه لقلبي لاحد اهم داعميني في الحياه، عبد الله. انا زعلان ان الشباب ما خدتكش في حجز الكوره في البلد. وانت المفروض تشوف لك صحاب تانية وتعالى العب معانا كوره بكره. وعلى فكره حجز الكوره ده يعتبر خيانه. دي من اسباب الخيانه والله اللي احنا لسه نتكلم عنها في الحلقه فعلا. انت فاهم. دي حقيقة. سوي لايك وسوي سبسكرايب سلام. Please subscribe, whatever.